نبعده اكثر واكثر عن بطوله يريد ان يحصدها. معنا على التليفون نجم من نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي السابقين واحد المواجهين سابقا وديا لريال مدريد، الكابتن علاء ابراهيم. كابتن علاء اهلا بيك، منورنا. اهلا بيك يا هاني، ازيك حبيبي؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ وحشني. الحمد لله حبيبي. الحمد لله. الاهلي ضد ريال مدريد يوم الاربعاء، شايف ازاي الماتش ده وايه الاحاسيس اللي بتسبق لقاء زي ده؟ يعني مش عايز اقول لك الاحاسيس النهارده وانا بتفرج على ريال مدريد وانا بتابع ريال مدريد النهارده، عندي فخر كده ان النادي الاهلي هيقابل ريال مدريد. دي حاجه بالنسبه لي، حاجه دي بطوله في حد ذاتها يعني. فاعتقد ده شرف لينا وشرف لمصر وشرف للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ان احنا نقابل ريال مدريد في بطوله رسميه، فده حاجه جميله يعني. مظبوط. شايف ازاي المفروض يتعامل، بما انك اتفرجت على ماتش النهارده يا كابتن علاء اللي اتغلبوا ريال مدريد، كولر يوم الاربعاء يتعامل ازاي مع مباراه الريال؟ يعني بلا شك ان النادي الاهلي بيمر بحاله كويسه قوي الفتره الاخيره، يعني كان عندنا شويه مشاكل لكن بدينا نحلها بلعيبه، بدا يغير بقى اللعيبه اللي هي ما كناش يعني منتجه شويه زي سافيو، زي الناس دي بدات تبعد شويه عن التشكيله، فبدا الشكل العام للنادي الاهلي يتحسن بشكل ملحوظ الحقيقه. فوقان حمدي فتحي، السوليه، ديانج الحقيقه في نص الملعب بيدينا اطمئنان كبير جدا. محمد عبد المنعم اللي انا في وجهه نظري لازم يحترف الفتره دي. محمد عبد المنعم اعلى كواليتي حاليا موجود في الدوري المصري الحقيقه، لازم يحترف، حاجه محترمه جدا يعني. اعتقد مدينا اطمئنان شويه. معلول الحقيقه الفتره الاخيره، لا ده معلول بتاع من 3-4 سنين. ايوه ده هاني، لا هاني راجع بشكل كويس، بيحاول وقادر. واعتقد ان لما تبقى اللعيب برضه لما يبقى ليه بديل، اعتقد في وجهه نظري الموضوع بيختلف كتير. لما جه برضه خالد عبد الرازق ده بتاع سموحه، على فكره لعيب جيد ولاعيب هيفيد النادي الاهلي في فترات كتيره جايه. مش لازم نستفاد منه دلوقتي لكن هو لعيب جيد. كنت اتمنى ان هو يخلص على طول مباشره. اعتقد ان حته الاعاره بنيه البيع دي ممكن تبقى بشكل كويس. خلت هاني بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الحقيقه ده هاني اللي احنا شفناه، هو ده اللي احنا منتظرين منه ان شاء الله. فاعتقد النادي الاهلي بيمر بمرحله كويسه. انا شايف محمود متولي بشكل كويس جدا مع عبد المنعم. برضه رامي ربيعه لما بينزل الحقيقه بيأدي، ولما بياخد في فترات كتيره بيبقى شكل كويس. يعني نص الملعب زي ما اتكلمنا، قفشه يعني شويه فوق شويه تحت، لكن الامور ماشيه بشكل معقول. لما اتخطف شويه بلغه الكوره يعني وقعد، الامور بدات احسن وخد الامور بجديه وبدا يحس بارض الواقع ان هو لعيب عادي يعني مش ستار ولا حاجه. فالامور بدات تتحسن معاه، واعتقد لو خد الموضوع بجديه. هو قفشه لا تراه ستار؟ نعم. انت مش شايف ان قفشه ستار؟ ستار نجم لعيب عادي، انت شايفه ان هو عادي مش ستار زي ما بتقول؟ لا، ما هو مشكله قفشه ان هو حاسس ان هو ستار. انا لسه بقول لك ان قفشه حاسس ان هو ستار. يعني هو حاسس ان هو يعني دي مشكله قفشه. لو هو حاسس ان هو لعيب عادي زي الفتره الاخيره دي، ان هو يقعد ويتغير والكلام ده كله والدنيا هتتغير معاه. لكن هو لعيب عادي جدا يعني. لا، لعيب عادي جدا يعني. ايه اللي عمله قفشه؟ من اول ما دخل النادي الاهلي جاب الجول التاريخي اللي امام الزمالك. يا سيدي ماشي، جون تاريخي. احنا جبنا جوان تاريخيه كتيره جدا، وفي لعيبه كتيره جدا جابت اجوان تاريخيه، لكن مش لعيب يعني مش هو ده اللي يتشال النادي الاهلي يبقى فيه مشاكل. هو ده اللعيب اللي انت يعني المؤثر. يعني مش تريكه مثلا. مفهوم. انت ليه حسيت ان هو شاف انه نجم؟ لا، من اسلوب لعبه. خلي بالك برضو ان اللي ساعده الفترات اللي قبل كده ان النادي الاهلي كان حاله عاليه جدا، فكان مرتاح، فكان بيلعب براحته. مفهوم. لما النادي الاهلي دروب وكواليتي اللعيبه قل، هو اتكشف. اتكشف ان هو لكن ده لعيب في الاخر خد لقب افضل لاعب في مباراه الزمالك اللي هي 2020 الفاينل، خد لقب افضل لاعب في المباراه الفاينل السنه اللي بعدها قدام كايزر تشيفز، جاب جول اهو امبارح اهل الفريق، وبالتالي هو حاسم في اوقات كتيره من المباريات اللي بيلعبها مع الفريق. لكن انت بتشوف ان هو مش النجم الاول للفريق. شوف يعني اللي انت بتتكلم عليه دي حاله لعيب في ماتش. مفهوم. ماتش وبعديها ب3 4 5 شهور ممكن يعمل لك ماتش. لكن كلمه الستارت كلمه كبيره جدا. يعني شايل الفرقه على كتافه، زي تريكا، زي بركات، زي الناس اللي هي